السلام عليكم. أنا سميتي كوثر وبغيت اليوم نحكي لكم قصتي اللي كنعتبرها غريبة بحكم أنني زهرية تعرضت لمشاكل بسبب هاد الحاجة اللي في الجسم ديالي. هاد الحاجة اللي كتميزني من صغري على بزاف ديال الناس، ومن صغري وأنا كنلاحظ أنه عندي كل عين في لون. والديا كانوا عارفين أنني زهرية، كانوا عارفيني من عينيا ومن الخط المتصل اللي في يدي، ولكن عمرهم هضروا معايا في هذا الموضوع. فاش كنت صغيرة كنت كنعيش في واحد الأسرة اللي فقيرة جدا، وكنا عايشين في واحد المعمل حيث ما عندناش دار فين نسكنوا. كنا ساكنين في هذاك المعمل اللي كان قديم ومهجور، ما كناش ساكنين بوحدنا، كنا ساكنين حنا وربعة ديال الأسر أخرين. الأب ديالي كان نجار، ولكن ما كانش عنده خدمات كثيرة، يعني ما كانش كيشد الخدمات بزاف للناس. كان نجار اللي بسيط وعلى قد الحال، يعني نهار يخدم وعشرة لا. أما بالنسبة للأم ديالي فكانت خياطة، وكانت كتخيط في الدار غير باش تعاون الأب ديالي. في مرحلة الابتدائي بدأ التنمر ديال التلاميذ. كانوا التلاميذ كيتنمروا عليا بزاف، وكانوا كيضحكوا عليا بزاف وكيقولوا شوف هذيك هي اللي كانت ساكنه في المصنع وكتبات غير في المعمل. كنت انا كنتحمل هذا الشيء وكنت كنخلي كل شيء في قلبي وكنسكت. وصلت للثالث ابتدائي، كانت كتقرينا واحد المعلمه اللي كانت عنصريه، وكانت كتهيني بزاف وكتعايرني قدام التلاميذ. فهذاك العام خرجت ليا واحد الحساسيه في الجسم ديالي، وبداو كيبانوا فيا شي حبوب خفاف. جلستني هذيك المعلمه اللور وحملاتني، وليت مهمشه في القسم. وقتاش ما قاس الدفتر ديالي كتغسل يديها بالماء وكتجيب معها جافيل من دارها باش تغسل به. وفاش كنت كنسالي شي تمرين وكندي ليها البيرو بحال الاخرين، كانت كتقول لي بعدي من المكتب رجعي لبلاصتك، انا ما نقدرش نصحح ليك. وكيبقاو التلاميذ كيضحكوا فيا على الحساسيه اللي في الجسم ديالي، ومع الوقت وليت منطويه على نفسي. الام ديالي لاحظت الانطواء ديالي، حيت من قبل كنت واحد البنت اللي كتهضر بزاف وكتلعب، ما كنت كنسكت كاع. فالام ديالي سولاتني، قالت لي مالك تبدلتي، ما بقيتيش كتهضري بزاف كيف كنتي. ما كنتش كنجاوبها، وليت مع الوقت ما نقدرش نقرب للناس. الا الناس قربوا ليا كنخاف حتى انا نقرب ليهم ويتخوفوا مني ويجرحوني كيف ما كانت كدير ليا هذيك المعلمه. فاش كنت كنشوف الام ديالي كتقرب ليا اولا كتحكي يديها ليا اولا كتقيسني بحال هكا، كنقول لها ماما واش ما غاديش تغسلي يديك بجافيل؟ كتقول لي علاش؟ كنقول لها على ود الحبوب اللي فيا. كانت كتقول لي لا. وعلاش كتقولي لي هذا الشيء؟ كنسكت وما كنت كنقول لها والو. بقيت هكذاك جامعه كل شيء في قلبي، ووليت واحد الانسانه اللي حساسه بزاف. المستوى ديالي بدا كيتدهور شويه بشويه. كنت انا من الناس اللي كتجيب 8 9 وكنت ممتازه في القرايه، حتى وليت كنجيب 4 5 لانه ما بقاش عندي ثقه بالنفس ديالي وما بقيتش مرتاحه في القسم. من سولوني والديا علاش تغير المستوى الدراسي ديالي، عاد حكيت لهم كل شيء. قلت لهم ما بقيتش بغيت هذيك المدرسه. ناضوا هما خافوا لنزيد نتعقد اكثر واكثر، بدلوا لي المدرسه ومشيت لمدرسه اخرى. للاسف غادي نتعرض للتنمر حتى في المدرسه الاخرى، وهذا الشيء غادي يزيد يكرهني في القرايه. دازت الاعوام وكبرنا ورحلنا من هذاك المعمل اللي كنا ساكنين فيه ومشينا نسكنوا في واحد العماره. الدار اللي سكننا فيها كان فيها بيت واحد، وكنا كلنا كنعسوا في نفس البيت. الاب ديالي في هذاك الوقت كان متشدد، فدرت الحجاب وانا صغيره في السن. انا كان كيسحبني بان العقد اللي دارت لي هذيك المعلمه غادي تمشي ليا مع الوقت، ولكن اللي طرا هو العكس. بالعكس ما حدي كنكبر والعقد ديالي كتزيد تكبر. كنت ديما كنحس بانني اقل من الناس. كان اللباس ديالي متواضع حيت كنا فقراء. كنت كنحس انني كرهت القرايه، ولكن واخا هكا كنت كنمشي نقرا وما جلستش في الدار. المهم دازت ليام والاب ديالي غادي يمرض حيت جاه شلل نصفي.
ما عرفناش شنو نديرو ليه، ما حنا قلت الشي والفلوس ما كايناش، حرنا دخلنا للمستشفى. جلست تماك 25 يوم. انا كنت كنظن انه غيتوفى ولا حالته ضعاف بزاف، وكنت وقت ما مشيت كنلقاه لابس اللباس ديال المستشفى اللي كان لباس ابيض كيسحبني توفى. غادي يبقى تما واحد المده، ومن بعد يعني الحمد لله غادي يرجع معنا للدار، يعني غادي يخرج من المستشفى الحمد لله. ولكن للاسف خرج مريض، كان غير كيشوف وما كيهضر ما كيتكلم، وكنا كنديروا ليه ليكوش. فهاديك الوقيته كانت وحده من خواتاتي تزوجات، وكانوا الناس كيجيو لعندنا بزاف باش يزوروا الاب ديالي حيت كان مريض. من النهار اللي خرجنا من السبيطار وحنا دائما الدار عندنا عامره، ديما واحد جاي واحد غادي. واحد النهار جات الاخت ديالي مع عائله راجلها، ومن بين هذوك الناس اللي جاو معاها كانت معاهم واحد المراه من العائله ديال راجل اختي. هذيك المراه غير شافتني بدات كتشوف ليا في عينيا وبحال لا تصدمات، مع انني انا كيف ما قلت لكم عندي كل عين بشكل، عندي واحد العين خضراء وواحد العين قويه. المراه بقات كتشوف فيا وهي تقول لي شوفي فيا بنتي. انا حشمت وحضرت راسي، وهي تقول لي هزي راسك وشوفي فيا. سبحان الله، عندك كل عين في شكل. ما صدقت انني غادي نشوف شي انسانه عندها كل عين في لون ومباشره بحال هكا. فعلا الناس كانوا كيبقاو يشوفوا في هذه القضيه اللي في وجهي، وكانوا عينيا اللي ملونين كيلفتوا الانتباه. ولكن هاد المراه بالذات كانت كتشوف فيا شي شوفات اللي هي غريبه لدرجه انها حشماتني بزاف. من بعد قالت العائله ديالي انها باغا تخطبني لولدها. فمنين جاو خطبوني هذوك الناس وافقت نتزوج. صراحه وافقت بلا ما نفكر. عجبتني الفكره انني نتزوج بالناس اللي مزوجه بهم اختي، وعجبتني الفكره ديال انني غنسكن في نفس المدينه اللي ساكنه فيها اختي. هاد اختي الكبيره عندي معاها علاقه زوينه، كنت كنعتبرها بحال الام ديالي ومفاهمه انا وياها. ففرحت انني نتزوج من ديك المدينه اللي هي ساكنه فيها. المهم ديك المراه اتفقات مع الام ديالي انها تجي تخطبني ويركبوا لي الخواتم. كل شيء داز بالزربه، ما عرفت كيفاش لقيت راسي مخطوبه لهداك الراجل اللي ما كنت كنعرف عليه حتى شي حاجه. انا كنت باغي نهضر معاه باش نتعرف على شخصيته، والنهار اللي هضرت معاه غادي يعطيني غير الاوامر وما قال لي حتى شي حاجه اخرى من غير الاوامر ديالو. بدا كيقول لي ما تخرجيش، ما تلبسيش اللباس اللي ما يعجبنيش، ما تغلاضيش، مع العلم انني انا كنت رقيقه. قال لي انا ما كنحملش المراه الغليظه، عندك تمشي تغلاضي، ومنين تخرجي برا بغيتك ديري النقاب. انا بعض الحوايج كنت كنديرهم وكنطبقهم، وشي حوايج اخرين ما كنتش كنقدر نديرهم. الام ديالو كانت كتجي لعندنا كل مره، كل نهار هي جايه لعندنا. ومن نهار اللي خطبتني الولده وهي غاده جايه، ووقت ما جايه لعندنا كانت كتجيب معاها شي حاجه. مره تجيب لي بيجامه وتقول لي عافاك يا بنتي نوضي لبسيها، دابا نوضي لبسيها، بغيت نشوفك كي جات معاك. ومره كانت كتجيب لي قندوره، وكانت كتطلب مني نفس الشيء وقت ما جابت لي شي حاجه خاصها تلبسها في هذيك الوقيته بالضبط. وكتبقى تقول لي زعما انا بغيت نشوف ديك اللبسه كي جات معاك، يعني نشوفها ليك ملبوسه. وبعض المرات كانت كتجيب لي الماكله، يعني تشوبسي حلوه وتجيبها لي معاها. الحوايج اللي كانت كتجيب لي كنلبسهم. شي مرات كنت كنلقاهم مطبعين وبحال الا منقط عليهم شي مصفر، وكانوا كيبانوا لي شي مرات بحال الا مسخين. ولكن ما كنت كندي ولا نجيب، كنلبسهم وكنقول مع راسي يمكن طبعوا ليها في الدار، يمكن شراتهم بحال هكا وتوسخوا مثلا في المحل اللي كانوا كيتباعوا فيه. ووقت ما جابت لي شي حاجه كناكلها، كتقول لي عافاك بنتي ذوقي كليها باش نرتاح ونعرف بانها عجباتك. وكنت كناكلها وما كنت كندي ما كنجيب. واحد النهار جات لعندي وطلبات مني انني نسمح لولدها، حيت كنت يعني انني انا وياه كنا متخاصمين، وجات تعتذر بالنيابه عنه. بقيت كنشرح ليها
وكنقول ليها كيفاش غادي نسمح ليها خالتي، انا لقيتو كيهضر في الفيس مع البنات. راني ما كنتش كنعرف فيسبوك، ولكن جاني بسيط دغيا تعلمت ليه. هو كان كيسحب لي انا ما كنعرفش ليه، وكان واخد راحته، وكان كيخلي كل شيء محطوط قدامي. نط انا ودخلت ولقيته داير يعني التصاور ديالو في الفيسبوك، والناس دايره ليه تعاليق ديال الاعجاب والكلام الباسخ وشي حوايج كيقولهم ليهم باين انهم متناصر معاهم وعنده معاهم شي علاقه. بقات كتمدح ليا ولدها وكتقول لي لا ولدي ما يديرش بحال هكا، الله يهديك بنتي ما تكبريش الموضوع وما ديريش المشاكل بينك وبين خطيبك. وكتهضر معايا كتهضر شويه وهي تفتح لي الكف ديال يدي. الشوفه اللي شافت فيه تعجبات، شافت بان الخط اللي عندي في يدي متصل وما متقطعش، عرفات انني زهريه، يعني زهريه من يدي ومن عيني. هكذا كنقولوا ليها حنايا في المنطقه اللي انا فيها. انا في هذاك الوقت ما كنت عارفه والو، حيت من بعد غادي تشرح لي الام ديالي هاد الحوايج هادي. حيت فاش كنت صغيره كانوا الوالدين ديالي كيخافوا عليا وما كانوش كيقولوا لي بانني زهريه باش ما نمشيش ونقولها للناس. بقات كتقول لي انا شفت عيني كيفاش دايرين، ولكن ما ظنيتش انك زهريه حتى من يدك. وبقات هكا غاديه جايه لعندنا، وكل مره تجيب لي معاها شي حاجه، مره لباس مره ناكل، حتى وليت كنحمق على ولدها. تخيلوا البنات، كنشوف الخيانه بعيني وكنشوفو كيهضر مع البنات وما نقدرش نهضر. كان كيبان لي باللي غير هو اللي كاين في الدنيا، والا ما تزوجت به غنتصدى. وما بقات لي شخصيه مع ولدها اللي كان كيقولها ليا كنقول ليه مزيانه، واي حاجه يطلبها مني كنحاول نطبقها. كنت ديما كنحس بانني ماشي هي هذيك ومتغيره، وديما ما كانش عاجبني الحال، وكنت بحال الا غندخل في مرحله ديال الاكتئاب، وديما ما كانش عندي الطاقه، ما كنقدر انني نوض او ندير شي حاجه، خاصني نبقى غير ساكته. كنت حاسه بان شي حاجه فيا ماشي هي هذيك ومتغيره، وفي نفس الوقت ما كنت كنقدر انني نوض وندير شي حاجه او مجهود او نغير من الحاله اللي انا فيها. بقيت هكذا على نفس الحال، كنوجد العرس ديالي وكنقول غير ان شاء الله يدوز رمضان ونديرو. ولكن منين وصل رمضان غادي نبدا انا كنوض من ديك القلبه شويه بشويه، حتى بديت كنفيق وبديت كنعرف راسي اش كندير، وكنقول ناري انا غنتزوج بهذا الراجل، هذا الراجل اللي كل مره كنحصل عليه شي حاجه، يعني بحال الا عيني كانوا مسدودين وبداو كيتحلوا. بديت كنفكر مع راسي وفهمت بان هذا الزواج غادي غير يخرج عليا، وما بقيت كنطمئن على هذا الشخص. صافي عرفت هو البنات، واخا كنت كنبغيه وكنحمق عليه بين ليله ونهار، وليت ما كنحملوش، وليت كنقول يا ربي غير وقتاش نسالي هذه العلاقه. قلبي ما بقاش مرتاح ليه، وعقلي كيقول لي غير سالي هذا الشيء قبل ما تطيحي في الشبكه. واحد النهار تشجعت وعيطت ليه وقلت ليه اجي لعندي نقول لك. جا لعندي وانا نعطيه داكشي اللي جابوا لي، عطيته دوك الكادويات اللي يعني جابوا لي، وعطيته الخاتم اللي جاب لي عاوتاني، وقلت ليه انا ما نقدرش نتزوج بك. هو يقول لي علاش ما علاش، المهم تخاصمت انا وياه. المهم قلت ليه ما بقيتش باغياك، ورديت ليه داكشي ديالو كامل ومشى بحاله. ومني مشى طبعا الام ديالو ما عجبهاش الحال ودارت المستحيل باش تصالحنا، وانا قلت لها صافي ما غاديش نقدر نتزوج بولدك. المهم من بعد وليت كنحس بواحد الاعراض غريبه، وليت كنحلم بالقطوط الكحلين، وليت كنحلم بالافاعي الكلاب. حكيت هادشي للام والاب ديالي وجابوا لي واحد الراقي حتى للدار باش يرقيني، وهو كيأكد لي انه عندي سحر. داومت على الرقيه وداومت على قراءه القران. الام ديال خطيبي عيات ما تستعمل معايا السياسه باش نرجع لولدها، ولكن انا كيف ما قلت لكم ما بغيتش. ولكن من بعد ملي بداو يتحلوا لي العينين عاد فهمت ان المراه اللي خطباتني لولدها اكبر سحاره، يعني كانت بغاتني غير باش تستعملني فداك السحر والشعوذه ديالها. ولكن المشكله اللي غتوقع هو ملي ما بغيش نرجع ليه، ناضت حلفات علينا وهي تبدا تبالي بختي، بقات كتشعوذ لختي
وكدير ليها المشاكل مع عائلة راجلها، وشوية حتى بدات الأخت ديالي كطيح في المشاكل هي وراجلها. في ديك الوقيته الأخت ديالي كان عندها بنيتها بعمر 6 شهور، دارت ليها المشاكل وحرضت عليها عائلة راجلها ودارت ليها حتى السحر ونفس الأعراض اللي كانوا فيها غيوليو في اختي هزات بنتها وتخاصمت مع راجلها وجات عندنا للدار. الراقي كان مقابلني انا وياها كيرقيها هي وكيرقيني انا، وقال ليها باللي انه عندها السحر ديال التفريق. تخيلوا انها غادي تفارقها فعلا مع راجلها، ولمدة 3 سنين وهي عندنا في الدار كانت عايشة مشاكل كبيرة مع راجلها. والغريب في الامر هو ان ديك المشاكل ديالها ما كانش عندهم حتى شي سبب. وفاش كنشدوا المشكل ونحلوه باش نعرفوا نلقاو ليه الحل، كنلقاو ان المشكل اصلا تافه وما عنده حتى شي معنى. المهم ما كانوش حاملين بعضياتهم وصافي. حنا كنا معجبين فيهم بزاف كيفاش هاد الجوج بيناتهم مشاكل تافهه بزاف وتفارقوا. بقات الاخت ديالي مستمره في الرقيه وكانت كتعالج راسها، والحمد لله من بعد 3 سنين ديال الفراق رجعت لراجلها. المهم دازت الايام، عندنا واحد جارتنا سميتها ليلى، في الوقيته اللي كانت باغيه تمشي للعمره قبل ما تمشي قالت لي الام ديالي يلا نمشي نشوفوها. مشينا باش نسلموا عليها قبل ما تسافر، ولقينا عندها واحد المراه من عائلتها سلمات علينا وغير شافتني عجبتها وهي اتصل بالولد ديالها عيطت ليه وقالت ليه يجي وصلها. وعلى ما فهمت انا درت هادشي غير باش يجي ويشوفني زعما ونشوفو. ملي شفنا بعضياتنا انا بصراحه عجبني وكنت حاسه بان شي حاجه غادي تطرا بيني وبين هذيك العائله، حسيت بشي اعجاب بحال يعني ان بصح غادي نبغوا بعضياتنا. المهم من بعد جاو خطبوني خطوبه رسميه وبقيت مخطوبه ليه المده ديال عام باش نتعرفوا على بعضياتنا اكثر. ومن بعد ما تفاهمنا تزوجنا، والحمد لله عندي معاه دابا بنيته وعايشه معاه بخير وعلى خير. تشافيت من هذاك السحر اللي كان عندي لانني بقيت سنين وانا مداومه على الرقيه، وهنا تسالات قصتي وتسالات حكايتي. حكيت عليكم للعبره، بغيتكم ما تثيقوش بالزربه في الناس، وبغيتكم تردوا بالكم. للاسف مازال في الدنيا الناس اللي كيامنوا بزاف بالسحر والشعوذه. انا ما عرفتش هذيك المراه شنو كانت باغيه دير بيا وكيفاش كانت باغيه تستغلني، ونحمد الله ونشكره انني ما تزوجت بولدها، لاني لو انني طحت بين يديها وسكنت معها كنت اكيد غادي نولي وحده اخرى، وربما كانت غادي تخرج ليا على حياتي كلها. تاني حاجه ما تاكلوش من ماكله وانتم ما شفتوهاش كيفاش طابت كيفاش طايبت، وما تلبسوش شي لبس اللي نتوما شكيتوا فيه او جاكم من عند شي حد ما كتعرفوش شي معرفه اللي هي كبيره. كنوصيكم بهذا الشيء لانني جربت السحر والاضرار ديالو على الصحه النفسيه. انا كنت مغيبه للاسف، ما كنتش عارفه شنو كيوقع معايا، وثقت في هذوك الناس دغيا والثقه ديالي خرجات عليا. وكنحمد الله ونشكره انني فقت في الوقت المناسب قبل ما نتزوج بهذاك الشخص. وهنا ثلاث قصتي، كنشكركم على حسن استماعكم وخليتكم على خير. وكيف ما العاده الى عجبكم محتوى قناتي ما تنساو تشاركوا القناه وديروا اعجاب وتعليق زوين بحالكم وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم جديد القناه. سلام.